السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بطل القارة المعتاد يواصل حكاياته في أفريقيا ويوصل للنهائي الخامس على التوالي، والنهائي رقم 17. الأهلي بيواصل كتابة التاريخ وبيحطم أرقام نفسه كإنجاز تاريخي للجيل ده. أول مرة جيل يوصل 5 نهائيات متتالية. يمكن الجيل الذهبي بتاع تريكا وبركات وصل 4 نهائيات بس متتالية. الجيل ده كسر القاعدة ووصل 5 نهائيات على التوالي. وهنلعب الترجي التونسي، وبجد انا كنت يعني بفضل المواجهه دي عن مواجهه صن داونز، انك تلعب اصلا فرقه في النهائي الساعه 3 العصر وترجع تاني. اصلا الاجواء اللي هي فرقه اصلا بويت كده بتعملها، بتلعب اي فريق بالليل عادي الا انت، بتيجي تستهدفك بالنهار في عز الجو الزفت طبعا هناك عندهم، وفي اجواء اصلا تصلح لكره القدم. النهارده الاهلي بدا ماتش مازيمبي، بدا بضغط، بدا الاهلي مستحوذ على الكوره، بدا بهجمات خطيره. بدا اللي هو بياخد الكوره وكنترول بكثافه عدديه، بيبقى جوه منطقه جزاء الفريق. وكوره كده من معلول لعبها للسوليه في اول 6 دقائق. السوليه سددها كده، بس يعتبر هو سددها يعتبر بقوه، لان كان في مدافع قدامه ما ركنهاش يعني. لا، دي لو مركونه اصلا كانت هتدخل اقوى من كده واحسن من كده. بعدين بقى يبتدي طبعا الجو بتاع افريقيا، الحارس ياخد الكوره خلاص ويقع، الحارس يقعد ينام له دقيقه دقيقتين ثلاثه، ونلاقينا برضو مدافعين. ده غير عفوا، ده غير الكوره الكتير اللي جت للفريق. كل ما الاهلي مثلا يبقى يعمل هجمه تلاقي واحد واقع. بس عجبني النهارده ان الاهلي اللي هو انك تكمل عادي، والحكم عمل كده لما لقى لعيبه كتير بتضيع وقت. بس برضو الحكم كان فيه كذا كوره اصلا فيها طرد لعيبه مازيمبي، يعني واحده اللي هي كانت بالكوره لعلي معلول في الشوط الثاني دي المفروض طرد على طول يعني مستحق. وفي واحده برضو كان الاهلي رايح بيها انفراد بتاع وسام، ده المفروض طرد يعني. كان في اختها على اروخو في ماتش برشلونه وباريس. وبعدين الشوط الاول الاهلي راح بكذا كور، وكان عبد القادر برضه في الجبهه هو معلول عاملين شغل حلو، لكن كذا كوره الحظ ما كانش بحاله. نزل الاهلي الشوط الثاني كان بيحاول وبيروح بهجمات، لكن برضه لسه يعني الكوره مش محالفه. واحده كده تاو لعبه كويسه، تخبط في العارضه ترد في ايد الحارس اللي كان عامل شغل جامد وقرف ابونا النهارده يعني، بس الحمد لله. ومازيمبي طبعا بكوره كده من الجبهه الشمال يجيب اللعيب يعرضها كده تيجي على دماغ اللاعب لوحده بدون رقابه، جون. بس الجون يعني يتلغي. وبعدين طبعا فيها لمسه يد صحيحه، وكويس ان الحكم رجع للفار، وكويس ان الفار استدعاه، يعني ده حاجه كويسه جدا. كان ممكن الجون ده يغير سير المباراه، واللاعيبه بتاعت مازيمبي بقى تستغل الجون ده، اللي هو تفضل ماسكه كوره عليك وتفضل اللي هي تقعد تموت الماتش بمعنى اصح. بس الحمد لله الجون اتلغى، وبعدها ب10 دقايق معلول من الركنيه على دماغ عبد المنعم، والهدف الايقوني، الهدف المعتاد، الهدف اللي انت متعود عليه انت كاهلاوي، هدف شفته مباراه الرجاء، مباراه الوداد، مباريات كتير في الدوري مثلا. عفوا، معلش الواحد واخد دور برد ما يعلم بالله ربنا، اسف يعني وكده عدوها لي. وبعدين الاهلي يبتدي يعمل تبديلات، ينزل امام مكان السوليه اللي كان عامل يعتبر شوط ووقت كويس يعني لحد ما طلع، بغض النظر على الكرة اللي كان المفروض يسجلها دي، بس يعني عادي تتعوض. كان عامل ماتش جميل يعني، وكان برضو ليه كذا كرة في خط النص وتمريرات كانت كويسة، عمل بيها كذا باص لقدام، في التحولات كان كويس يعني. نزل إمام عمل شغل حلو، ونزل اللي هو ماسك كورة. الأهلي ابتدى يضغط أكتر، الأهلي بقى يلعب على الجبهتين، يلعب ناحية عبد القادر ويلعب ناحية بيرستاو. الأهلي راح عند كورة كده من إمام يبصيها لمعلول، معلول بسرعة عالمي يديها لوسام فان بيرسي. ايه يا اسطى الفينش يا اسطى؟ احنا ما كانش عندنا مهاجم خالص يا اسطى. ايه الحلاوه والجمال والرقي والطعامه والابداع ده؟ فنان بمعنى الكلمه يعني، لعيب مهاجم فعلا، مهاجم قناص. وسام يمكن الماتش ده ما جالوش كور خالص، بس بيضغط وبيتحرك كويس،
ويمكن الكور جات له كوره خلقها لنفسه وخلق مساحه للتسديد ولعبها كانت كويسه يعني مهاجم بجد ممتاز، ونفسي يعني يجيله كور اكتر من كده، لان انت محتاج اصلا تديله كور عرضيات. المهاجم محتاج تغذيه بمعنى اصح، اللي هي كور عرضيات كتير وكور بينيات وكور تجيله جوه البوكس، وتحكم عليه اكتر من كده وتديله فرص اللي هو يسجل. وما شاء الله يعني جات له الكوره النهارده خلصها كان ممتاز. وبعدين جت الاهلي فضل مازيمبي خلاص فتح الخطوط بتاعته، بس الاهلي اللي هو بيقدر يخرج بالكرة من الضغوطات بتاعت مازيمبي مثلا، او بيخرج بالكور، بيخرج بتحرك احسن، اللعيبه كلها بتتحرك بطريقه مثاليه، اللعيبه بتلاقي عندك في مساحات، الاهلي بيقدر يفتح مساحات لنفسه احسن. وتيجي الكرة لامام عاشور الجامد الفنان، لعبها وش رجله الاكرم اللي كان المجهود النهارده بالكرة اللي نقذها من على الخط، ويسجل جون في اخر دقيقه. جون ركنها بطريقه قويه اكتر من انها مثلا مركونه بزاويه، بس هي جون كويس. جون كويس ليه؟ اللي هو انه كلل مجهوده كوره شالها من على خط الجون. وبالنسبه لي بغض النظر عن السيستم بتاع معلول، انا بحب عامه معلول، بس اكرم هو نجم الماتش، يعني هو اللي حول الماتش من 1-0 لمازيمبي، اللي حوله ل 3-0 للاهلي. وغير كده اصلا رجع من الاصابه وعامل رجع من الاصابه بقاله فتره ما كانش كويس، وعمل ماتش حلو وعمل تدخلات حلوه وعمل كورات ممتازه هو وكوكا، فده بيكلم مجهوده. مليون مبروك للنادي الاهلي الفوز. مليون مبروك للنادي الاهلي، الارقام اللي عمال يحققها وبيكسر ارقام نفسه. مليون مبروك لكولر اللي وصل 20 مباراه متتاليه بدون هزيمه في افريقيا، عدى رقم مانويل جوزيه 19 مباراه. مصطفى شوبير اللي محقق ارقام كويسه جدا في البطوله، 7 كلين شيت متتالي، والاهلي محقق 8 كلين، فدي حاجه كويسه جدا. وباذن الله كل الدعم للرجاله في النهائي، وباذن الله نكسب الترجي، وان شاء الله هنكسب في رادس، او هنحقق نتيجه كويسه ايجابيه على الاقل، وهنكسب في القاهره باذن الله. السلام عليكم.